صباح الخير، صباح المحبة والنشاط والطاقة الإيجابية. شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبأفضل حال. اليوم رجعت لكم بروتين بسيط إن شاء الله راح يعجبكم وتقضون وقت ممتع بمشاهدته. وعايدكم أقول لكم كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة ويا رب تحقيق الأماني. وأكيد الكل ما قصرت بحق نفسها ولا بحق أولادها وحق البيت، لأن الكل تحب تكون بأبهى صورة. وأكيد نظفنا البيت تنظيفات العيد، يعني ننظف ونرجع نقول بعدنا ما مكملين وبعد أكو أشياء محتاجيها ومحتاجين نسويها. وتعالوا نسولف عن الروتين اللي نظمتوه وشنو أفكاركم بأيام العيد وشنو برنامجكم حتى نستفاد من بعضنا. وراح أشارك وياكم طريقة تشيلو فراي كل سهلة وبسيطة تقدرون تعتمدوها بالسندويش أو وقت العشاء. استخدمت هنا كمية من صدور الدجاج، راح أسلقهم بهاي الطريقة وما ضفت أي توابل. راح أستخدم هنا الدهن، ما استخدمت الزيت، وانتو حسب رغبتكم، إذا ما متوفر الدهن تقدرون تستخدمون الزيت. وضفت هنا قطعت البصل 4 حبات من البصل وفرمتهم بهذا الشكل يعني ناعم، وحمستهم لحد ما تغير لون البصل. وضفت عليهم الفلفل البارد حبة واحدة، وراح أقلبهم بهذا الشكل. هنا عندي صدور الدجاج استوى صار بهذا الشكل. ضفت هنا ملعقتين من المعجون حمستهم بدهن البصل، يعني ما ضفت أي دهن. وبعدها ضفت الكجب ملعقتين، وبعدها ضفت دبس الرمان. إذا ما متوفر دبس الرمان تقدرون تستبدلوا بس بالنومي. وراح أضيف عليه عصرة ليمون، وضفت عليه الفلفل الاندومي، وبعدها ضفت بهارات الشاورما كلش تنطي طعم طيب، هاي الإضافة كلش ضرورية. وبعدها ضفت الملح، إذا ما حابين الملح تقدرون تستبدلوه بقطعة الماجي. وراح أقلب المواد على النار الهادئة لحد ما يمتزج عندي، وأضيف عليه نصف عصرة الليمون. وضروري تكون النار هادئة. وبعد ما امتزج كل المواد راح أفتت صدور الدجاج بهذه الطريقة وأضيفها على المعجون والتوابل، ما أضيفهم كلهم دفعة واحدة، راح أضيف شوي شوي حتى تمتزج عندي كل صدور الدجاج. وبعدها أكيد راح أقلبهم بهاي الطريقة. وبهالأثناء ضروري تكون النار مطفية حتى المواد والتوابل تحتفظ بالطعم. وصارت هذا شكلها. وبعد ما طفيت النار وتكون النار مطفية راح أضيف عليها نص ليمونة. راح أشغل على النار الهادئة وأقلبهم بهالتقليبة كلش بسيطة حتى النومي من تكون النار عالية راح ينطي. وصارت جاهزة طيب للتقديم، فأكيد النار خلاص تكون كلش هادئة. أترككم في أمان الله وأقلبهم بهالتقليبة البسيطة وتكون جاهزة للتقديم وبهذا شكلها. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.